بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ده معناه إيه؟ معنى الآية دي إيه؟ معنى الآية إن الدنيا هينة جدا على ربنا سبحانه وتعالى، ولو كانت تسوى جناح بعوضة ما سقى منها كافر، فم كافر. فلو بني آدم أما يعرف الدنيا على حقيقتها، وأنها رحلة قصيرة مهما طالت، وأنها دار اختبار ليست دار قرار، لازم يفهم إن يستقبل الأحداث بهدوء وبعدم انفعال شديد، لا في الفرحة ولا في الحزن، لأن لا فرحة دايمة ولا حزن دايم. والأمر لكل المؤمن خير، يعني لو جاله حاجة فرحته وشكر خير وبياخد ثواب، لو حاجة زعلته وحزن بياخد على الصبر على هذا الحزن وعلى هذا الابتلاء ثواب برضه. فمعنى الآية دي إن الدنيا مش مستاهلة، وإن اللي يفهم الدنيا يعرف إنك ما تفرحش قوي بحاجة ولا تحزن قوي بحاجة، لأن كده كده مهما كانت النعمة أنت يا إما هتزول منك في الدنيا أو أنت هتسيبها وهتمشي. والحزن مهما خسرت أي حاجة طالما مش في دينك ومعلقتك بربنا سبحانه وتعالى، فالخسارة هينة، ويجب الصبر على هذا البلاء والنجاح في هذا الاختبار. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.